السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. زي ما احنا شايفين الجمال والقمر دي قدامنا. دي كيكة قدرة قادر. طبعا اللي ما يعرفهاش، دي كيكة اسمها قدرة قادر. طعمها وهمي جدا، طعمها جميل كريمي خالص. وشايفين انا هوريها لكم بقى وانا بفتحها. وشكل الكراميل طبعا سايح كده، وشكله ما شاء الله لا قوة الا بالله. بس طبعا قبل ما نشوف المقادير ونشوف طريقة التحضير نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ويلا نشوف مع بعض المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير. يلا نشوف مع بعض احنا هنستخدم ايه علشان خاطر نطلع كيكة قدرة قادر بالجمال والقمر دي. وطبعا ما تنسوش اللايك كتير والشير كتير عشان كل جديد من يوماتي يوصلك. ويلا نشوف مع بعض المقادير ونشوف طريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مقاديرنا سهلة جدا. طبعا متنسوش بقى الكومنتات الجميلة اللي بتسعدني ودعواكم الجميلة اللي بتفرحني. وهنشوف مع بعض دلوقتي المقادير ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هنستخدم اكياس الكريم كراميل اللي هي الجاهزة، يعني مش هنعمل الكريم كراميل بتاعنا. محتاجين 2 كوباية من كريم كراميل، من اللبن، على كيسين كريم كراميل اللي هما الجاهز. ماشي. وكمان معايا 1 كوباية وربع من الدقيق منخول، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام، رشة ملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، 3 بيضات، ورشة فانيليا أو معلقة خل صغيرة. يلا نشوف مع بعض احنا هنعمل ايه دلوقتي. وهنبدأ بالكريم كراميل. انا هجيب الكنكة بتاعتي، هحط اللبن بتاعي والكيسين الكريم كراميل وايه، وهنقلبهم وهقلبهم وهحطهم على النار لغاية لما يتقل كده وشكلهم يبقوا يعني مسك خلاص. انا مش محتاجاه خفيف خالص، بس محتاجاه يكون مستوي. هجيب طبعا القوالب بتاعتي بعد ما غلي وتقل. انا نزلت بيه بالقوالب بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، هو لسه سخن. هسيبه طبعا واركنه على جنب. وهجيب بقى المقادير بتاعتي. احنا مش محتاجين مضرب كهربائي ولا حاجة خالص، احنا هنعمل بالمضرب السلك عادي. انا دلوقتي هضرب بقى البيض بتاعي مع السكر مع الفانيليا مع معلقة الخل، وهرجع اوريكم احنا هنعمل ايه تاني. تمام. لغاية لما لونه يفتح كده. طبعا في ناس بتسيب الكريم كراميل لما يبرد، وفي ناس ما بتسيبوش. انا للامانه مش هسيبه، انا هحطه دلوقتي قدامكم وكل حاجه هتفصل. بعد طبعا ما قلبته كده والبيض عمل معايا فوم، نزلت بنص كوبايه الزيت وهقلب لغايه لما الزيت يختفي، وهنزل عليه بنص كوبايه اللبن. تمام كده. يلا نشوف مع بعض. انا كده دلوقتي هنزل بنص كوبايه من اللبن. كل الحاجات دي طبعا بدرجه حراره الغرفه او المطبخ. يعني ما يطلعش البيض من التلاجة اروح عامله بيه اي حاجه تعمليها كيكات. ما ينفعش تعملي زي ما بقولك كده، لازم أن يكون بدرجه حراره المطبخ. كده انا خلصت. طبعا الدقيق بتاعي والكاكاو والبيكنج باودر ورشه الملح منخولين. انا هنزلهم دلوقتي واسمي بسم الله، وهقلبهم لغايه لما يتجانسوا خالص. تمام كده. لقيتيها محتاجه منك شويه لبن، حط لها حبه، مفيش مشكله. ممكن يعني يفرق ما بين الدقيق والدقيق التاني. تمام كده. زي ما احنا شايفين كده لسه هو ممسكش خالص. انا ايه حطيته. انتوا بقى شكلكم كده هتقولوا ايه، يا لهوي دي باظت مش عارفه ايه. لا، هي اول لما تدخل الفرن وتستوي الكيك هيطلع لفوق والكريم كراميل هينزل تاني لتحت. واحنا زي ما احنا شفناها في اول الفيديو. طبعا انا حطيتها بقى في الصاجه بتاعه الفرن، وحطيت نص الصاجه ميه سخنه بتغلي ودخلتها الفرن. وده شكلها الجميل الرهيب اللي يستاهل بقكم. مع السلامه في يوميات دودو جديده.